الملخص بتاعنا بيبدأ مع شين وهي قاعدة مع جوزها يونج في أوضتهم، وهو بيسألها وبيقول لها إذا كانت مستعجلة على الخروج النهاردة، فبتقول له إنها لازم تروح عشان عندها تصوير مهم، وبنعرف في اللحظة دي إنها ممثلة، فبيقول لها إنها مش لازم تخرج النهاردة خالص لأن هو عازمها بالليل في مطعم الشانزليزيه عشان النهاردة بيمر 3 سنين كاملين على جوازهم. وساعتها هي بتبص له وبتقول في نفسها إن هو الوحيد اللي بيحبها بجد وبيخاف عليها في الدنيا دي كلها، وإنه دايما بيفتكر أعياد ميلادهم وكل المناسبات المهمة اللي ما بينهم. وبتفتكر زمان وإنها كانت متدمرة نفسيا وقاعدة في الشارع لوحدها وسط المطر، وهو اللي جه زي الملاك وأنقذها وطلب منها إنها تتجوزه بعد الفضيحة الكبيرة اللي كانت موجودة في عيلتها، لكنه في نفس الوقت طلب منها إن جوازهم ده لازم يكون في السر ومحدش يعرف عنه أي حاجة. وفي الوقت الحالي بيرن عليه تليفون من مولي، ودي بتكون حبيبته القديمة، وبتقول له إنها خلاص رجعت من السفر وإنها تحضر حفلة عيلتهم، وهو بيقول لمراته شين إنه قرر يعلن جوازهم قصاد كل الناس في الحفلة دي. وأول لما بتخرج من البيت بتتصل بعمها وبتقول له إنها الفترة اللي جاية دي هتغير طريقة عيشتها تماما، ولما عمها بيقول لها إن العيشة لما بتتغير مش بتكون سهلة أبدا، بتقول له إنها قد أي حاجة صعبة وإنها خلاص قررت إنها مش هتكمل مع يونج وبترمي الدبلة بتاعتها بعيد. وبيكون يونج خارج من البيت وراكب عربيته، وبيفتكر ان شين كانت خارجه وهي متضايقه من البيت، وبيطلب من السواق بتاعه انه لازم يراقبها كويس قوي الفتره الجايه ويعرف هي بتروح فين وبتكلم مين. وبعدها بنشوف شين وهي بتشوف شويه بنات في الاستوديو وهم بيتكلموا عليها بطريقه وحشه جدا، وبيقولوا انها ممثله مش شاطره وانها وصلت المكانه دي عشان ليها طرق مش كويسه في انها تقنع المخرجين بيها، وعشان كده بتخش عليهم وبترمي عليهم ازازه الويسكي، لكن المخرج بيلحق المشكله دي قبل ما تكبر وتبدا خناقه كبيرة. وفي وسط التصوير بتكون الممثلة اللي قصادها المفروض انها تضرب شين بالقلم، لكن المخرج بيعيد الضربة دي كذا مرة ورا بعض لحد لما شين بتزهق وبترد ليها الضربة. ولما المخرج بيوقف المشهد وبيزعق بتقول له ان هي كده بتاخد حقها من اللي حصل الصبح، وان ده مش تمثيل خالص، لكنه بيعتذر منها وبيقول ان دي اخر مرة هيحصل فيها كده وبعدها مش هيعيد المشهد تاني ابدا. وفعلا بتكون الممثلة بتعيد المشهد للمرة اخيرة، لكن بيوصل يونج في اللحظة دي وبيسألها مين اللي ضربها، والمخرج طبعا بيخاف جدا وبيقول ان الضرب ده مجرد تصوير وتمثيل، وبيطلبوا منها انها تقول لجوزها انهم مش بيضربوها بجد عشان ما يأذيهمش. وبعدها المخرج بيقدم لها كوبايه شمبانيا وبيقول ان ده اعتذار رسمي منه ليها على اللي حصل، فبتقول له انها كفنانه كبيره تقدر تعمل كل اللي هي عايزاه في اي وقت، وبعد لما بتشرب الكوبايه كلها بترميها في الارض وبتكسرها. والمخرج بيقول ان الموقف ده لو كان اتصور كان هيكون مشهد حلو قوي، وبيفضل يطبل لها ويقول لها انها ممثله عبقريه لحد لما جوزها بيتعصب وبيوصل وبيضرب المخرج بالقلم على وشه، وبعدها بيطلب من الحراس بتوعه انهم يمسكوا الممثله التانيه وبيضربوها هي كمان علقه موت، لكنها بتطلب منه انه لازم يسيب الناس دي في حالها وبتمشي وبتسيب المكان كله. فبيقول لكل الموجودين في الاستديو ان اللي هيفكر يضايقها مره تانيه هيكون مصيره زي مصير الاتنين دول، وبيخرج ورا مراته بسرعه وبيسالها هي كانت بتكلم مين في التليفون، لكن كل تفكيره بيروح لما بيبص على ايدها ومش بيلاقي الدبله بتاعتهم وبيستغرب جدا، فبتقول له بمنتهى البساطه ان هي نسيتها في البيت الصبح وهي خارجه. لكن هم واقفين مع بعض مولي بتتصل بيه، ولما بيرد عليها بتقول له انها رجعت خلاص من السفر، فبيقول لها انها لازم تستناه في فندق المطار، وساعتها هي بتقول له انها متحمسه جدا عشان تدوق الزلابيه اللي هو بيعملها بايده. ولما بيرجع يقف مع شين تاني بيطلب منها انها ترجع مع البيت، لكنها بتقول له انها هترجع على بيت والدتها، فبيقول لها انه مش هيروح معاها لان اهلها مش بيحبوه ومش بيطيقوا يشوفوه. وبعدها بنشوفها وهي بتروح عند والدتها في المعبد، وبنعرف ان والدتها مش راضيه عنها ابدا بسبب ان هي سابتهم ومشيت، فبتعتذر منها وبتقول لها ان هي في الاول وفي الاخر بنتها الوحيده. فبتقول والدتها ان حتى لو الفتره اللي مروا بيها من 3 سنين وكانوا مجرد 3 ايام، لكن هي قدرت انها تخلي والدها زعلان منها وغضبان عليها وان ده شيء غير مقبول تماما. فبتقوم من جنبها وبتقول لها انها كانت في بدايه الحب عاميه فعلا وما كانتش شايفه اي حاجه قصادها، لكن دلوقتي هي فهمت كل حاجه كويس قوي، وان هي مش جايه عشان تطلب منها المغفره، لكنها جايه عشان تعرفها انها كانت فعلا غلطانه وانها تستحق كل اللي هي فيه دلوقتي. وبتودع والدتها لانها خلاص قررت تسافر بره البلد، ولما بترجع البيت بتعرف من الخدامه ان جوزها لسه بره لحد دلوقتي، وعشان كده بتطلع على الاوضه بتاعتها على طول من غير حتى ما تتغدى. وتاني يوم الصبح بتصحى ببوسه على خدها، ولما بتقوم طبعا بتستغرب جدا انه لسه جاي الصبح، فبيقول لها انه كان بايت في الشركه عشان كان عنده شغل كتير، وبيعرفها انه عايزها تروح معاه على البيت القديم بتاع العيله عشان بكره الحفله، وان مولي كمان هتكون موجوده معاهم ومش بتكون فاهمه
فاهمه هو ازاي بيجح قوي كده وازاي قادر يقول لها الكلام ده في وشها. وتاني يوم بنشوف يونج وهو قاعد مع مراته شين على ترابيزه الفطار، وبيكون قاعد معاهم مولي ووالدتها. ولما الشيف بتنزل الاكل ليهم كلهم بيطلب منها يونج انها تشيل طبق الشوربه من قصاد مولي عشان هو عارف ان عندها حساسيه تجاه الكحول. فوالدتها بتقول ان عنده ذاكره كويسه جدا وانه لسه فاكر كل حاجه عنها. وطبعا والدتها بتقول ان هما متربيين مع بعض من وهم صغيرين وده شيء طبيعي جدا. وبعدها مولي بتعتذر من شين، وبنعرف ان هي كانت السبب في الفضيحه بتاعتها اللي حصلت من 3 سنين، وبتبدا تخش في حاله من الجنون والهستيريا. وبتفضل تعتذر من شين وبتقول ان هي سبب في كل حاجه حصلت وانها مش قادره تسامح نفسها ابدا على اللي هي عملته ده. وطبعا بتكون بتمثل كل ده عشان تاخد رضا يونج وتصعب عليه وتخليه يفضل جنبها. وبعد الفطار شين بتتصل بصديقتها وبتطلب منها انها تحجز لها تذكره طيران لانها خلاص قررت تسافر النهارده. وفجاه مولي بتيجي عشان تتكلم معاها وبتقول لها انها مش عارفه ان يونج لسه لحد النهارده بيفكر فيها وانه دايما بيختارها هي في كل حاجه، وبتحاول انها تستفزها بالكلام زي انها عرفت ان والدها مات بسبب الفضيحه دي، وان والدتها كمان قطعتها، وان هي زعلانه جدا بسبب كل الحاجات دي، وان هي دلوقتي بقت لوحدها في الدنيا. وبتتراهن معاها ان هما الاثنين هيقعوا في البيسين ويشوفوا يونج هينقذ مين فيهم الاول. وفعلا لما بتعمل كده يونج بيجري عشان ينقذ مولي، وشين بتخرج لوحدها من الميه. ولما بتقول ان مولي هي اللي حدفتهم في البيسين طبعا بتكدبها وبتقول ان هي كانت بتعاقبها على المشكله بتاعتها اللي حصلت من 3 سنين. ووالدتها بتطلب منه ياخدها بسرعه الاوضه عشان ترتاح. وبالليل يونج بيروح عند شين في اوضتها وبيطهر لها جرح موجود في ايدها حصل بسبب نزولهم في البيسين، وبيعتذر منها على اللي حصل ده كله وانه كان بيعمل كده بس عشان مولي عندها اكتئاب وما كانش عايز يزعلها. فبتقول في نفسها ان هو لطيف جدا معاها، لكن المره دي هو مش هيقدر انه يخدعها. وفي وسط الليل لما بيكون نايم بتقوم عشان تاخد شنطتها وتسيب البيت كله وتمشي. ولما بتكون في العربيه مع صاحبتها بتسالها اذا كانت اخذت القرار ده خلاص، خصوصا ان هي عارفه كويس ان يونج بيحبها. فبتقول لها ان هي عارفه ده، لكن في اوقات الحب لوحده مش بيكون كفايه، وان المره دي الافضل ليها انها تسافر لانها خلاص ما بقتش خياره الاول. وبتطلب من صاحبتها تطلع بالعربيه بسرعه عشان يلحقوا الطياره وما يفوتهمش الميعاد. ويونج لما بيصحى تاني يوم من النوم مش بيلاقي شين جنبه على السرير، وبيقوم يدور عليها في كل مكان في البيت زي المجنون لكنه مش بيلاقيها. وطبعا مش بيكون فاهم هي راحت فين ولا ايه اللي حصل، لحد ما بيرجع تاني على اوضتهم وبيشوف جواب محطوط على السرير، وبيعرف انها خلاص مشيت وسابته عشان يكون مع مولي لوحدهم. وساعتها بيعرف انه ضيعها من ايده وانه خسر زوجة كويسة جدا ومخلصة كانت بتعمل كل حاجة عشان تسعده. فبيتصل بصديقه فورا وبيطلب منه يتفقد كل وسائل النقل والمواصلات اللي ممكن تسافر فيها عشان يقدر يوصل لها قبل ما تختفي. وهي اصلا بتكون في المطار في الوقت ده ومسافرة خلاص، وصاحبتها بتودعها وبتطلب منها تخلي بالها من والدتها طول فترة سفرها. وهو بيكون وصل على المطار ومعاه كل رجالته عشان يدوروا عليها في كل حتة. وقبل ما تسافر وتطلع الطيارة الموظفة بتقول لها انها ممنوعة من السفر، وبيكون هو اللي عمل كده عشان يمنعها. واول لما بيوصل عندها بترفع على نفسها مقص وبتقول انها تنتحر لو فكر يقرب منها. فبيقول لها انه بيحبها ومش عايز اي واحدة غيرها في حياته، لكن هي بتقول ان هو لو كان بيحبها بجد عمره ما كان هيخليها تحس انها مش كفاية، وان ده مش حب ابدا، وان الحب الحقيقي هو ان يكون مهتم بيها طول الوقت وعينه مش بتشال من عليها، مش انه يروح لواحدة غيرها ويخونها معاها. وسبحان الله في نفس الوقت ده بتوصل له اخبار على تليفونه ان مولي مخطوفة وان الخاطف عايز يشوفه في خلال نص ساعة بالظبط والا هيقتلها. وساعتها هي بتخليه يختار وبتقول له انه بقى عنده الفرصة انها ما تسافرش، لكن لو اختار انه يروح للبنت التانية ساعتها هي هتمشي وعمره ما يشوفها تاني ابدا. فبيقول لها انه هيكون ظلم كبير لو هي خليته يختار في موقف صعب زي ده. فطبعا بتتعصب اكتر وبتقول له انه لازم يختار ومفيش اي حل تاني. وساعتها بيقول لها انه ممكن يعمل كل حاجة في الدنيا عشان يطلب منها السماح، لكنه مش مستعد ابدا انه يكون السبب في موت اي حد، وبيسيبها وبيمشي. ولما بيوصل على المصنع المهجور اللي بتكون فيه البنت بيلاقي انها مش مخطوفة اصلا، وان كل دي كانت تمثيلية، وانها عملت كده بس عشان تخليه يختارها هي. فبيقول لها ان ده معناه ان هي كانت السبب في فضيحة شين عن قصد، وان شين طول الوقت كان عندها حق وهو اللي كان اعمى، وبيكون ندمان جدا على كل اللي عمله، وبيكون عايز يمشي ويرجع لمراته. لكن بيوصل له خبر من المساعد بتاعه ان الطيارة اللي كانت موجودة فيها شين وقعت، وان كل الناس اللي فيها ماتوا، وانهم بيدوروا دلوقتي على باقي الجثث، وبيكونوا الشرطة موجودين في مكان وقوع الطيارة وبيدوروا على الجثث كلها. وهو بيوصل وطبعا مش بيكون قادر انه يخش يدور من بشاعة المنظر ده، وبيفضل يدور عليها في كل مكان زي المجنون لحد ما بيلاقي واحدة ايدها مربوطة بنفس الرباط اللي كان في ايد مراته، وساعتها بيغمى عليه من كتر الحزن عليها وانه خلاص فقدها للابد. ولما بيصحى في المستشفى اول حاجة بتيجي على باله هي شين، وبيقول انه عايز يرجع البيت فورا.
والمساعد بتاعه بيحاول يمنعه بيقول له انه لازم يرتاح، لكنه بيصمم بيقول له انه لازم يروح يشوفها، والمساعد بيضطر يقول له الحقيقه المره وبيقول له ان شين ماتت في حادثه الطياره. وطبعا هو اول ما بيسمع الخبر ده بيشيل ذنبها وبيفضل يلوم في نفسه وبيقول ان هي ماتت وهي زعلانه منه وانه قال لها انه بيحبها، لكن ده عمره ما كان كفايه ابدا، وان هو اللي سابها تطلع الطياره دي بنفسه وانه كده يبقى قتلها بايده. والمساعد بتاعه بيشوفه وهو منهار فبيوري له فيديوهات المراقبه بتاعه يوم لما وقعوا في البسين، وبيعرف ان مولي هي اللي حدفتهم هما الاثنين فعلا في الميه، وان هو كذب مراته وقتها وصدقها هي، وساعتها بيقرر انه لازم ينتقم وبيروح على بيت مولي، وبتفضل هي تمثل عليه وتقول له انها زعلانه جدا على موت شين وانها مش مصدقه اللي حصل، لكن هو بيمسكها من رقبتها وبيقول لها ان مراته ماتت بسببها هي، فبتقول له ان مراته دي كانت سرقاه وسرقه حبه وسنين كتير من عمره، فبيقول لها انه عمره ما كان بيحبها ابدا وانه كان بيحب مراته هي وبس، وبيفكرها باليوم اللي كان من سنين لما مراته دي هي اللي انقذته لما كان عامل حادثه بالعربيه، وان مولي شافته بالصدفه وجت بعد ما هي انقذته، فبتقول له ان يوميها هي اللي انقذت حياته مش شين، وعشان كده بتطلب منه انه يسيبها عايشه، فبيقول لها بمنتهى البرود انه لازم يكون في شخص مسؤول عن موت مراته ومش هيسيب حقها يروح ابدا. وبعدها بنشوف شين وهي قاعده مع صديقها بعد ما عدت سنه بالظبط على الحادثه، وبيكون اسمه هارو وده بيكون صديق قديم ليها، وبنعرف ان هو اللي انقذها من الموت وفضلت سنه كامله في المستشفى تتعالج، وبتكون هي اصلا نسيت كل حاجه حصلت قبل الحادثه دي وما بقتش فاكره اي حاجه عن حياتها القديمه، وهتتجوز من هارو قريب. ولما يونج بيوصل على المكان اللي هي موجوده فيه بيشوفها من بعيد وبيحاول يجري عليها عشان يلحقها، لكن طبعا بتكون دخلت جوه المبنى وبتختفي من قدامه، وبيقول للمساعد بتاعه انه متاكد انه شافها، لكن المساعد بيكون شايف انه خلاص اتجنن خالص وبقى بيتهيأ له حاجات مش موجوده، وبيروح هارو مع شين عشان يقابلوا عيلته لان فرحهم بيكون قرب خلاص، وبيعدي يونج من قصاد الباب بتاع البيت وبيسمع صوتهم وهما بيتكلموا جوه، لكن طبعا مش بيصدق ودانه لانه هو بيكون شايف نفسه خلاص اتجنن رسمي، وبيخش على اوضته على طول عشان يريح اعصابه، لكن بيتفاجئ اول ما بيفتح الباب ان مولي قاعده ومستنياه، فبينور النور على طول لان هو بيتخض منها وبيكون مش فاهم هي ازاي قدرت توصل هنا لان هو المفروض مسافر لوحده وما حدش يعرف مكانه، لكن هو بيتعصب عليها جدا وبيسالها مين اللي طلب منها تيجي هنا مخصوص لان هو اصلا طلب منها تفضل في البيت وما تتحركش من مكانها. ولما بيخرج من الاوضه وهو متعصب بيشوف شين واقفه قدامه وبيتعرف عليها طبعا من اول لحظه، لكن هي مش بتكون عارفاه خالص وبتساله اذا كان كويس، فبيقرب منها عشان يلمسها ويتاكد انها حقيقيه، فبتضربه بالقلم على وشه. ولما مولي بتخرج عشان تشوف ايه اللي بيحصل شين بتتعصب عليها هي كمان وبتطلب منها تلم الراجل بتاعها ده، وبتستغرب جدا لما بتلاقي ان شين مش بتتعرف عليها هي كمان، وطبعا شين بتسالها اذا كانت تعرفها قبل ما تعمل الحادثه اللي حصلت من سنه لانها للاسف فقدت الذاكره في الحادثه دي، لكن مولي بتنكر تماما وبتفرح جدا جواها انها نسيت كل حاجه حصلت زمان. وتاني يوم يونج بيصحى من النوم وبيقول انه متاكد ان هي لسه عايشه وانه شافها بعينه، لكن والده مولي بتقول له انه كده يتجنن رسمي لان هي ماتت من سنه كامله وان اللي شافها دي اكيد مجرد هلوسات او واحده شبهها مش اكتر، فبيطلب منهم انهم يخرجوا من اوضته ويسيبوه لوحده. وبعدها بيكون قاعد بيرسم صورتها وعمته بتخش عليه وبتطلب منه انه ينساها شويه بقى ويركز في حياته، فبيقول لها انه مستعد يثبت للكل ان هي لسه عايشه لانه هو حاسس بيها، وانها لو فضلت بعيد عنه مليون سنه برضه هيفضل حاسس بيها ومستنيها، وانه دفن قلبه معاها في نفس اليوم اللي دفنوا ليها فيها قبر من غير جثه. وتاني يوم بنشوف حفله جواز هارو ووالده بيقول ان قريبه من بعيد هيوصل على الحفله النهارده، وبيوصل يونج على الحفله وبنعرف ان هو قريب هارو لكن من بعيد، وبيكون لابس في البدله بتاعته ورده بيضه وده معناه انه لسه في حداد على مراته، والناس بتبدا تتكلم عليه وبتقول انه كان بيحب مراته جدا لكن العيب الوحيد انهم كانوا متجوزين في السر، وان الموضوع اتعرف بس لما مراته ماتت. وبيفضل قاعد في الحفله لوحده لحد ما بتوصل شين عند عريسها وبيعرف ان دي هي شين بجد وانه ما كانش بيتهيأ له، وساعتها بيطلع على المسرح وبيزق العريس بعيد عنها وبيرفع عليه المسدس كمان وبيساله انت ازاي قادر انك تتجوز مراتي قصاد عيني، لكن شين بتاخد منه المسدس بسرعه وبتقول له انه لو فكر يجي جنب هارو هي هتقتله، فبيقول لها انه مش خايف منها ابدا لكنه خايف عليها هي لانها ممكن تستخدم السلاح ده غلط، وانه مش هيكون عنده اي مانع لو هي ضربته هو، وبيفكرها بنفسه بيقول لها انه جوزها وانه بيفتقدها جدا، لكن هي بتقول له انها مش عارفاه ومش عايزه تكون معاه لان النهارده فرحها على حبيبها. وساعتها يونج بيكون فاكر ان كل ده مجرد كلام عشان هي زعلانه منه مش اكتر، لكن هارو بيدخل في نفس اللحظه وبيقول له ان دي مراته هو وانه لازم يحترم نفسه ويبعد عنها، فبيطلب يونج من الحراس بتوعه انهم يمسكوه وبياخد هو شين من ايدها وبيرجع بيها على الاوضه بتاعته، وهناك بيقول لها انها مراته وانه لازم تقول الحقيقه اللي هي عارفاها وما تكذبش عليه، وبيحاول يفكرها باول ليله ليهم هما الاثنين سوا من 4 سنين في ليله جوازهم،
وازاي كانوا مبسوطين وانهم فضلوا مع بعض 3 سنين كاملين، وان هو جوزها وهي حبيبته. فبتقول له انها فقدت ذاكرتها وانها مش فاكره اي حاجه من اللي هو بيقوله ده، وان حتى لو كلامه ده صح هما الاثنين كانوا متجوزين في السر، يعني مفيش ولا اثبات واحد يقدر يثبت كلامه ده. وبتقول له انها ممثله وشخصيه عامه ومعروفه، وان تليفونها حتى مش متسجل عليه رقمه، وبعدها بتطلب منه يسيبها عشان عايزه تروح لخطيبها. فبيقول ان هو مش هيخليها تروح في اي حته، وان عنده طرق تانية ممكن يخليها تفتكر بيها. لكن اول ما بيقرب منها قلبه بيوجعه جامد وبيقع على الارض، وهي مش بتبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، وبيطلع بره الاوضه وبيقعد على الارض، وبيقول انه مش هيقرب منها لحد ما تصحى الصبح. وفعلا اول لما بتصحى بتلاقي انه لسه في مكانه زي ما هو، وبيقول ان هو اصلا لسه صاحي ومش نايم من امبارح. وبتلاحظ انه مجروح عند قلبه، وعشان كده بتبدا انها تنظف له الجرح، وبتقول ان ده معناه ان هي عايزه ترجع له او انها فاكراه، لكن هي بتعمل كده عشان هي بني ادمه كويسه. ولما الباب بيخبط بتكون رايحه عشان تفتح، لكنه بيمنعها وبيكلبش ايدها في الكرسي، وبينزل هو عشان يشوف مين اللي على الباب. وبيكون هارو اللي اول ما بيشوفه بيتخانق معاه، فبيقول يونج ان اللي بيعمله دلوقتي ده مش قانوني، وانه يقدر يعمل اي حاجه هو عايزها مع مراته. فبيضربه هارو لان الكلام ده بيعصبه، وبيقول انه عديم الضمير لانه مستحيل شين تكون مراته لمده 3 سنين والعيله كلها تكون مش عارفه اي حاجه. لكن في الوقت ده بتنزل شين وبتكون قدرت تفك نفسها من الكرسي وبتدافع عن هارو، بس طبعا حراس يونج بيشدوا شين وبيبعدوا هارو عنها تماما، ويونج بيقول انه مش هيسيبها تمشي من هنا ابدا، وبيرجعها على الاوضه تاني. فبتقول له ان اللي بيعمله ده غلط وانه ممكن يتحاسب عليه، ولو هي اتصلت بالبوليس هيتسجن. فبيسيبها وبيروح يقعد يشرب سيجاره لوحده. فبتروح تقعد جنبه بتساله هو انت ليه بتعمل كده؟ لان الطريق ده مسدود. فبيقول لها انه مش هيسيبها ابدا حتى لو هي بتفكر في كده. فبتقول له ان هو بطريقته دي حتى لو هي كانت مراته زمان هتكون دلوقتي مش عايزه انها تكمل معاه، لان هو شخص عشوائي جدا وتصرفاته مش محسوبه. ولما بيسالها اذا كانت فاكره كل حاجه وبتنتقم منه، فبتساله انا هنتقم منك ليه طالما انت جوزي؟ فبيحاول يهرب من الكلام وبيقول انها كانت زعلانه منه اخر فتره، وبيطلب منها انهم يتجوزوا من اول وجديد، بس المره دي قدام الناس كلها، وساعتها يكونوا بيبداوا صفحه جديده مع بعض. ولما بيكون في المراسم بتاعه وبيقول لعمته على الموضوع، بتكون متضايقه جدا لان هو كده بيدمر كل مخططاتها في انه يتجوز بنتها مولي، وبتقول له اللي بيعمله ده جنان. فبيقول لها انه خلاص اخذ القرار ده، لكنه بيقول لها ان مولي مش اكتر من اخته، وانها بالنسبه له مجرد واحده اتربت معاه ومش بيحبها يعني، وان كل القصص الحب اللي بينه وبين بنتها دي هي في خيال مولي بس مش اكتر. وبعدها بيجيب الخدامه اللي كانت شغاله مع مولي من سنين، وهي اللي اعترفت ليهم بكل حاجه، وقالت ان شين هي اللي انقذته من حادثه العربيه مش مولي، وان مولي طلبت منها بس انه لما يصحى تقول ان هي اللي انقذته، وبتكون بكده خلاص اتفضحت قصاد الكل. وبنوصل يوم الفرح اللي هو عمله غصب عنها حرفيا، وبتكون لابسه الفستان الابيض وهي متضايقه جدا ومخنوقه. وبيقول لشين الجواز ده حتى لو كان من غير حب دلوقتي فشويه وهتحبه، بما انه هو شخص حنين جدا وقلبه طيب. لكن هي بتساله سؤال مهم جدا وبتقول له هو ايه اللي خايف ان هي تفتكره، او حتى ايه اللي ممكن يخليها تنتقم منه. فبيفتكر كل حاجه وحشه هو عملها فيها زمان، لكنه مش بيرد عليها وبيسكت، وبيقول لها ان الماضي خلاص انتهى، وانهم من النهارده هيبداوا حياتهم من اول وجديد. وفعلا بياخدها في ايده وبيروحوا على قاعه الفرح. واول لما بيروح هناك بيقول لها انه عزم كل الناس حرفيا. فبتقول له ان الناس كلها باين عليها انها مش مبسوطه وانهم مش مستعدين للفرح ده ابدا. وساعتها مولي بتقوم تقف وبتقول لشين ان اول مقابله ليهم كانت في الفندق، لكن هي فهمتهم غلط لان يونج وهي مجرد اخوات مش اكتر. وبعدها بيقول لها انها لو مستنيه هارو يجي ينقذها تبقى غلطانه، وبيخلي رجالته يدخلوا بيه على الفرح. وبنعرف انه خطفه اصلا. فبتاخد المسدس من جيبه وبتهدده وبتقول له انه شخص معدوم الانسانيه. فبيقول لها انه مش فارق معاه اي كلام هي بتقوله، المهم انهم يكونوا سوا لحد اخر يوم في عمرهم. وساعتها بتقول له انه لو فعلا بيحبها مش هيسيبها تقتل نفسها، وبتهدد بنفسها فعلا انها تنتحر. وساعتها لما بيفتكر انه اختار مولي عليها في المطار، بيقول انه مش هيقدر المره دي يختار اي حد غيرها برضه، وانه عايزها تكون معاه لباقي العمر. لكن عمته بتطلب منه يسيبها تمشي، وعشان كده بيخلي رجالته يسيبوا هارو. وفعلا الفرح بيبوظ لانها بتمشي معاه، بس هو بيقول انه مش هيستسلم ابدا وان شين هترجع له تاني. وفعلا شين بتطلب من هارو في العربيه انها تروح على السجل المدني، ولما بتروح هناك بتعرف انها متجوزه. ولما هارو بيقول ان ده مستحيل يحصل، البنت اللي هناك بتتعصب وبتقول له ان دي معلومات حكوميه، وبتسالها عن اهلها. فبتقول لها ان والدتها لسه عايشه وان والدها مات، وانها لو عايزه تروح لوالدتها هي دلوقتي بقت كاهنه في معبد. ولما بيكونوا خارجين عشان يروحوا لوالدتها بتقابل صاحبتها بالصدفه، وبتفهم منها كل حاجه حصلت في غيابها. وبتفهم منها ان يونج كان شخص مش كويس في اخر فتره ليه معاها، لكن لما عرف انها ماتت اخد حقها من كل اللي ظلموها وما سكتش، وكان بيروح المعبد كل يوم عشان يدعي انها تكون عايشه او حتى ترجع للحياه من جديد. وانه بقى مجنون بيها لدرجه انه كان دايما بيشوفها في كل مكان، وبسبب الهلاوس دي كانت في مره هيقع من على الجبل ويموت. ولما بتروح عند والدتها في المعبد طبعا امها بتكون فاكره في الاول ان دي مجرد هلاوس من كتر ما بتفكر فيها، وبتكمل صلاه عادي جدا. لكن لما بتقعد جنبها بتعرف ان هي فعلا عايشه، وبتحكي لها عن كل اللي حصل. ولما بتشوف يونج في المكان
مكان بتفتكر انه كان مراقبها وجاي وراها، لكن والدتها بتدافع عنه وبتقول لها انه بيجي هنا عشان يقدم فلوس للمعبد، وانه من سنه كامله جه وحكى لها على كل حاجه، وعشان كده هي مسامحاه وما بقتش زعلانه منه، وبتقول انها حاولت تنتحر اكتر من مره من يوم وفاتها، ولكن كل مره اللي بينقذها كان يونج، فبتطلب شين انها تطلع تتكلم معاه. وفي الطريق الكوتشي بيتوسخ وبينزل عشان ينضفه ليها، وساعتها بتفتكر موقف له لما كانوا متجوزين، وبتقول له انها شاكره جدا اللي هو عمله، ولكن هي مش هتقدر ترجع له لانها مش فاكراه اصلا. وهنا قلبه بيوجعه، ولما بتساله عن حاله بيقول ان هو مش مهم وان هو هينفذ لها طلبها وهيطلقها. ولما هارو بيوصل وبيشوفهم سوا بيتعصب، ولكن لاول مره بتدافع عن يونج وبتقول ان هو تعبان وان هو مش من الاحترام يتكلم معاه بالاسلوب ده. وطبعا يونج بيكون مبسوط جدا وبيقول ان هو كويس وانها مش لازم تتخانق مع هارو عشانه. ولما بتاخد هارو وبتمشي بيكون منشكح قوي. وبعدها شين بتقع في مشكله في مالها ليلي لانها بتخبط في شخص وبيطلب منها انها تروح معاه لان هي لوحدها، ولكن هي بتضربه على دماغه وبتفضل تجري لحد ما بتقابل يونج. وطبعا بيقدر ان هو ينقذها لان رجالته بتكون موجوده في كل مكان، وفي نفس الوقت بتكون مولي مع هارو وبتحاول انها تقرب منه، وبتقول ان بعد السنين دي كلها يونج سابها ومشي. وشين بتخش في الوقت ده وطبعا بتعرف ان هو خاين، وبتكون مولي متفقه على كل ده مع يونج عشان يسيبها عايشه، وبكده تكون علاقه شين وهارو انتهت. وبعدها بنشوف يونج وشين في مكتب الجواز، والموظف بيقول ان هو مش هينفع يحصل طلاق دلوقتي لان هي في نظر القانون اصلا ميته، لازم يثبتوا الاول انها عايشه وانها متجوزه عشان يثبتوا انها ممكن تطلق. وعشان كده بيقول لها ان هم لازم يستنوا وانه جعان، وبيعرض عليها ياكلوا في مطعم قريب من هنا. ولما بيروحوا هناك بتكون مولي بتحتفل بعيد ميلادها مع هارو، وطبعا المنظر هناك بيكون كفيل لشين انها تقفل الموضوع هارو تماما من دماغها. ولما شين بترجع البيت مع يونج وبتصحى قبله، بتخش المرسم عنده وبتشوف صورها في كل مكان، وساعتها بتعرف ان هو مجنون بيها وكل الذكريات بترجع لها. ولما بيسمع صوتها بيجري عليها وبيعرف انها افتكرت كل حاجه، وبتقول ان هي كانت بتحلم بكابوس، فبيقول لها انه دلوقتي معاها وهيخليها تعيش حلم جميل ويبداوا هما الاثنين من جديد. فبيطلب منها تنسى كل اللي فات، ولكنها بتقرر تسافر عشان تقدر تنسى كل اللي حصل. وبعد 3 شهور بنشوفها وهي بتصور البلد اللي هي فيها، وبيوصل يونج بيبان ان هما هيبداوا حياه جديده سوا. ولحد هنا بيكون خلص ملخصنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم في ملخص جديد. يلا سلام.